السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، قبل ما نردو على هوكستان بالنسبة للحركة ديال 8 غشت ونردو على المجانين ديال سبيطار الحماق، أجي نهضرو على هاد السيد هذا جزائري أخوتي. قال لك مشى سياحة إلى تونس، مشى تيعاير لهم في تونس، داروا مع واحد الحوار صوت وصورة. اش تيقول لهم هاد الكرغولي؟ زعما عند بالو جاي من سويسرا. قال لهم انا ما عجبنيش كتوريست نجي نشوف المظاهر ديال التسول. قال لهم عندكم الطلابه والسعايه بزاف في تونس، والله ما عندك علاش تحشم بالله. قال لهم خاص الدوله التونسيه تكفل بهاد الشريحه المعوزه. نتوما كلكم معوزين. نتوما الشعب 40 مليون من 44 مليون كلكم معوزين. قال لهم كنديروا الصف في البوفي. قال لك علاش يدير الصف في البوفي في الفطور في الصباح؟ سيلف سيرفيس، يعني خصو يمشي يغرف راسو. قال له انا مخلص السيلف سيرفيس وما نجيش نشد الصف انا في الصباح. هذا لو بوين نيجاتيف عندكم في تونس ونجي ندير انا الصف في البوفي. ما يمكنش انا نبقى ندير انا الصف في البوفي. انت كدير الصف على الخبز وعلى الزيت وعلى يطرو حليب ديال الغبره. دابا انت منين جاي زعما تيقول توانسه ما نديرش الصف في البوفي وانا مخلص لا توتاليتي؟ وعلى شنو ما تخلصش لا توتاليتي؟ بغيت تخلص غير لا مواتي ودخل ولا شنو؟ قال لهم ابخي اون اني دو ترافاي نجي ندير النزهه، نبغي نجي نتسارى، ما على باليش انا غادي ندير الصف على الخيار والطماطم في الصباح. قال لك زعما هما تيفطروا بالطماطم والخيار في الصباح. قال لهم حنا في الجزائر معروفين نفطروا بالقهوه حليب الجزائريه المعروفه. ربي واش من نيتك؟ ربي واش كتهضر بصح؟ سرهم نيت توانسه، والله الا سرهم بالله حلين ليهم البال. والله العظيم اخوتي داك قيس تاعيس الى تونس مهزاله منين ولاو الجزائريين يضحكوا على توانسه هزولات. شوف فين وصل قيس تاعيس تونس على ان الجزائري يجي يتمنيك عليهم في وسط بلادهم. شتو الكراغيل اخوتي؟ ندوزو للنقطه الثانيه. ايوا ردا على فرض تاشيره من ايمانويل ماكرون على الدبلوماسيين الجزائريين. انتم عارفين الكراغيله كيخرجوا 100,000 بيان في النهار، يعني بيانات بهلوانيه. خرجوا جوج ديال البيانات، واحد البيان تيحلوا تيناقشوا فيه فقط. كنا كنتسناو نشوفوا شي ردة فعل، زعما شنو غيدير هاد التبو اللي تيقول لك عندي النيف، غير تيحلل ويناقش داك القرار ديال ايمانويل ماكرون. وفي واحد البيان اخر فضح راسو امام الشعب الكرغولي. البيان تيقول على ان الجزائر استرجعت العقارات اللي كانت كتستافد منها فرنسا مجانا، بمعنى كانوا عاطين لفرنسا عقارات اللي هي في الملكيه ديال الجزائر، بمعنى ديال الشعب الجزائري. يعني فضحوا راسهم. علاش؟ لان ما كانوش كيتسناو او كينتظروا ان ايمانويل ماكرون في واحد اليوم من الايام غادي يجي ويعترف بمغربيه الصحراء في البرلمان المغربي. كانت الضربه القاضيه ديالهم، فكانوا عاطينهم يعني دي كادو مخلين يعني الشعب في الطوابر بالجوع والعطش، وعاطين العقارات لفرنسا. ولكن منين فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، ناضوا طبعا هما في حرب دبلوماسيه مع فرنسا، بدل باش يعرفوا عندهم خلل في العقل ديالهم كلهم، بدل ما يتعاملوا بهدوء وبذكاء وبدبلوماسيه ويخفضوا من التصعيد، داخلين في ازمه دبلوماسيه مع فرنسا اللي عندهم مصالح معها وعندهم جاليه كثيره معها. ان تتقولوا على ان لستم طرفا في القضيه ولستم طرفا في النزاع، ولكن كندخلوا في الشؤون الداخليه ديال الناس. يعني فرنسا اعترفت بالحقيقه تاريخيا على انها هي اللي اقتطعت الاراضي المغربيه وعطاتها لكم. فطبعا تبون ما تيرضاش، فكان الرد ديالو ردوا لنا العقارات ديالنا اللي عطيناها لكم فابور. افي النفاع عمي تبون، هذا كبير عندك. اجي دابا غادي نسمعوا الاعلام الرسمي الكرغولي شنو غادي يقول على الحراك اللي كان غيكون يوم الجمعه 8 غشت 2025. طبعا شنو داروا الكبرانات؟ كانوا مهيئين نفسهم، هبطوا كاع العسكر ومخابرات عبله والشرطه والدرك كلشي للشوارع، غلقوا معظم المساجد ديال العاصمه ديال الجزائر، منعوا صلاه الجمعه اخوتي.
بسبيل أن الحراك ما يكونش، لأن الحراك كيخرج من داك من بعد الصلاة، كيخرج من داك المساجد اللي هما عارفينها، ومنين ناضوا شي وحدين تحركوا اعتقلوهم ومضوهم وبصموهم باش يعني يتعهدوا أنهم ما يخرجوش مرة أخرى إلى الشارع. إوا خرج الإعلام الرسمي الكونغولي يفتخر بالنصر، قال لك وكأن زعما المسيرات ما كانتش غتكون، وكأنهم ماشي قمعوهم، وكأنهم ما نزلوش ليهم العسكر والدراك والشرطة ومخابرات عبلة كلهم وقمعوهم. هادشي كله ما كاينش، لا خارجين يفتخرون بالانتصار. اشنو قالوا في التقرير في التلفزيون الرسمي؟ المذيع تيغوت ربي اللي خلقو تيقول لك اعداء الوطن بمنصاتهم وعملائهم ومواقعهم ومشعوذيهم سقطوا. نقولوا دابا حنا ولفنا العملاء والمواقع، مشعوذين شكون؟ ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف كانت توقعات ليهم بهذا الشيء، وليلى عبد اللطيف كتخرج في البرامج عربيه وتتوقع العالم كامل باسره والقارات الخمس، ما كتخلي حتى بلاد، تتوقع وتتنبأ. قال لك حتى هي مخزنيه. وي جابوا قال لك المشعوذه ديالهم واخا. قال لك اخوتي في ارض المحروسه تصان الكرامه. انا من نهار وعيت على راسي تنسمع ان المحروسه او الدنيا هي جمهوريه مصر العربيه الشقيقه. هادشي اللي تنعرف، لدرجه كانت واحد القناه كنت متبعاها انا، قناه فضائيه في التلفزيون سميتها المحروسه. هادشي اللي تنعرفو، المحروسه او الدنيا. دابا قالك الجزائر هي المحروسه تصان الكرامه، ان كرامه خلى ليهم الشنقريحه الله اعلم. ايوا قال لك شويه غير رجع لينا، قال لك الجبل الخامس بابنائه غير الشرعيين. دابا شكون اللي كيقول علينا حنا ابناء غير شرعيين؟ كونغولي ما عرفش باه، من حضيره اين ابي، لا تاريخ لا اصل لا هويه، هايمين غير هكاك، ما عارفينش راسهم منين جاو اصلا. قال لك حنا غير شرعيين، والغرف الصهيو مخزنيه. اشنو دار لكم المخزن منكم لولاد بلادكم؟ اشنو دار لكم المخزن؟ لاش كتجبدونا حنا؟ قالك وكل اجندات الاجنبيه اللي هما شكون؟ المروك. الجزائر اليوم منتصره وتقف اليوم شامخه. باش شامخه؟ بالقمع ديال الشعب، ما خليتوش يقول حتى شعار واحد. دابا نتوما منتصرين نتوما. قال لك هاد المحروسه اللي هي الجزائر تنعم بامنها واستقرارها وسيادتها الرافضه للخنوع. خنوع من؟ هضروا مع الشعب ديالكم، قول لهم اودي حنا لن يعني ما غاديش نستجبوا ليكم، وحنا غنرفضوا الخنوع ليكم. المروك لاش والمخزن لاش؟ دابا حنا قلنا لكم من خلاكم لجلاكم، قلنا لكم ضربكم جايحه منكم ليهم، ضربكم بوقليب، ما شغلناش. هذيك الشؤون الداخليه ديالكم، حنا ماشي بحالكم كنحطوا نيفنا في الشؤون الداخليه ديال البلدان. ياك حنا اخوتي ديما تندعموا عمي تبون، نساو اخوتي فيهم الزهايمر. ياك في العهده الثانيه شكون اللي شجع على التصويت على عمي تبون؟ ياك المراركه. حنا شجعنا بني كرغول يصوتوا على عمي تبون حتى جاب 94 ولا مع 96%. ياك كنا نصفقوا البن قرينا في الحملات الانتخابيه ديال تبون، وكنا تنقلوا هاد الحملات الانتخابيه في القنوات ديالنا، وهاد القناه المتواضعه تشهد، وتنقولوا يحيى يحيى عمي تبون. يا قلنا لك بغينا في الولايه الثانيه والثالثه والرابعه. يا قلنا لكم ما نساوش خير عمي تبون. في العهده ديالو جاو الاعترافات ديال دول العالم بمغربيه الصحراء. ما نساوش الخير د عمي تبون، لان في العهده ديالو تفتحوا قنصليات في الداخله والعيون. يا قلنا لكم عمي تبون وجه السعد على المروك، وقدام الربح والخير على المروع في تنظيم كاس افريقيا كاس العالم. فين هادشي؟ ماشي في العهده ديال تبون. وتنقولوا يحيى عمي تبون. يا قلنا يحيى عمي تبون اللي تيعطي الملايير شمالا ويمينا، ويعطي في الغاز ويعطي في البترول اللي يسوى اللي ما يسواش، ومخليكم في الطوابير بالجوع على السميد. وقلنا يحيى عمي تبون.
ياك حنا ديما تنقولوا يحيى عمي تبون اللي خلانا حنا مجاورين ثالث قوة اقتصادية عالميا، مجاورين قارة وكوكب وقوة ضاربة، مجاورين أحسن منظومة صحية، مجاورين الجزائر المنتصرة المحروسة، هانتوما زدتوها لينا تا هي أم الدنيا المحروسة، مجاورينها في عهد من؟ في العهدة ديال عمي تبون. ياك تنقولوا يحيى عمي تبون لان احنا خدينا الصحراء المغربيه برمالها وثرواتها وبحورها وسمكها، وانتم خديتوا بن بطوش وزبانيته تتصرفوا عليه الملايير يمينا وشمالا، ربحتوه بصحتكم. قلنا لكم يحيى عمي تبون، يا قلنا لكم عمي تبون غيدخل التاريخ ديال المغرب. علاش؟ لان تبون هو اللي غيكون اخر رئيس جزائري تيدعم البوليخاريو في ملف الصحراء المغربيه اللي غادي يتسد وسيغلق على مستوى الامم المتحده قبل النهايه ديال العهده الثانيه ديالو. في العهده ديالو هو ما نقولوش يحيى تبون، ودائما غنقولوا ملف الصحراء الغربية المغربية أغلق تماما في عهدة عمي تبون، وغنقولوا دائما بداية ملف الصحراء الشرقية بدا في عهدة عمي تبون يحيى عمي تبون. غنقريو في التاريخ للدراري الصغار في التحضيري غنبقاو نقولوا للتلاميذ منين حنا يعني الملف ديال الصحراء المغربية انتهى وأغلق على مستوى الأمم المتحدة، فوقاش غيبقاو يقولوا لنا في عهدة عمي تبون. شتي فوقاش حلينا ملف الصحراء الشرقية المغربية في عهدة عمي تبون، غندخل التاريخ عمي تبون، تنقول يحيى عمي تبون، ويجي الإعلام ديالك خدام علينا الصهيو المخزاني الأجندات الأجنبية، ما خليتو فينا أبناء غير شرعيين، ما خليتو فينا كتجيبوا المشعوذين والعملاء ديالكم وزيدوا. علاش حنا كنقولوا عمي تبون يحيى عمي تبون وتحيا الجزائر، خليه تم، حنا بغيناه والله خوتي. لا هاد الاعلام الكرغولي قسما بالله الى انا كنستغرب واش دابا اي حاجه عندهم يقول لك الصهيو مخزنيه والغرف الصهيو المخزنيه والمخزن والمروك والمراركه، واش قلت ما يدال عندهم؟ واش باش يلهيو الشعب دابا عاوتاني راه هاد الحركه كان جاي من المغرب ومن المخزن؟ زعما شنقول لكم اخوتي، 10 في عقل قليله عليهم، 40 40 مليون في عقل قليله فيهم. هادو ناس هادو قسما بالله الى حظيره ديال سبيطار مجانين ديال الحمق في الهواء الطلق، طلقينهم هكاك مجانين رئيسا وحكومة وشعبا وإعلاما وصحافة وبرلمانا وكل شي بيهم، ما كاين شي واحد فيهم تقول بالعقل اخوتي في هذه الحظيرة هذه. واش غنقول لكم يا كبرانات الدل والعار، مبروك علينا استرجاع أراضينا الصحراء الغربية المغربية عقبال الصحراء الشرقية المغربية بإذن الله، ومبروك عليكم بن بطوش، مبروك عليكم بوليزاريو وزبانيته. ودائما عمي تبون غنقولوا يا عمي تبون، ما تمشيش بحالك حتى نسترجعوا الصحراء الشرقية المغربية، سير بحالك ونقول لك داك الساعة مع السلامة والقلب داعي لك. خوتي العزاز إلى هنا كتنتهي الحلقة، شكرا على حسن استماع، استودعكم في رعاية الله وحفظه وسلامته وأمنه، إلى اللقاء.